بسم الله الرحمن الرحيم. عاليا صيف تحدث القانون وتحدث القضاء وقالت أنه بورصة المناصب انفتحت على الحسب الأصول. رجعت إحدى السياسيات اللي هي في بدر، خلينا نسمع ايش قالت. ست زهراء، أنتم طالبين من السيد السوداني على مود تصوتون ويا رايدين وزارة النقل ورايدين مدير مكتب رئيس الوزراء. شنو دقة هاي المعلومة؟ هذا واحد. اثنين، بلشتوا شغل لجنة الطاقة والكهرباء لو بعدكم؟ تفضل. بالنسبة للسوداني البدري الدراج احنا ماخذين النقل. هاي مولتنا هاي بعد احنا يعني باسمكم طابوا. طابوا باسمكم؟ لا، الدورة هذه وانتم تقولين مولتنا يعني طابوا يعني بهذه الدورة. هسه بعد الدورة اللي وراها ما اعرف. فهذه ما لا هو صدق ترى انتم جبتوها هسه شوف التسلسلي مو تمام استاذ. يمكن لانه محققين بها انجاز. طيب شوف بعد اهل الناصرية يدرون. مو شنو مطار الناصرية مثلا؟ حياكم الله. هي تقول إذا السوداني وإذا المالكي وإذا البدري وإذا فلان وإذا فلتان، هاي ميالتنا وزارة النقل. وبالفعل إلا غبي أن يقول مو مالتكم. المحاصصة معروفة ومتجهة إلى حيث الأسماء. بدر إلهم هذا، حزب الدعوة إلهم هذا، السنة إلهم هذا، الأكراد إلهم هذا من تيم عدة. بس أنا أقول لهذا الأخت، ما فشلتوا بالنقل؟ يكافي، أخذتوا هواي. بيوت العرصات منطقة كاملة الآن صارت باسمكم، باسم الحج أبو حسن، هي مو باسم الحقيقي لكن باسم سيد وهب وباسم فلان وباسم فلتان، باسم بدر. يعني ما كافي؟ يعني ما شبعتوا؟ طيب جربوا حظكم بوزارة ثانية، قد يكون تفلحون بهذه الوزارة الثانية. أخفقتم في النقل. طيب احنا نعرف بيها يعني محاصصة، انتوا ليش بالاعلام هم تطلعون تقولونها؟ اذا سكتوا لا تقولون. ليش تقولون وتجرحون مشاعر شعب كامل؟ اميالتنا شنو اميالتكم؟ مالت ابهاتكم؟ ما اخذتوا حقوقكم؟ حزب الدعوة، بدر، كل اللي كانوا برا العراق ورجعتوا ما اخذتوا حقوقكم؟ اخذتوها وكافي. رجعتوا تطلبون العراق بطلابه يا اولاد الحلال. مناصب صارت لكم، سياده صارت لكم، بيوت، مناطق، دنيا كامله، فلوس، كافي. على اي حال، خلي بعيدا عن هذا المقطع. صارت تبرعات للبنان ولايران، وكل من بعد فتح مضيفه وفتح شادر وحط له كرسي وجاب له ورقه وقلم قام يستلم تبرعات. خلينا نشاهد هذا المقطع. شلونك؟ الله يخليك. شلون الاخبار؟ والله مو زين. ليش؟ يعني مثلك اخبار تريد. زين انت ليش مو زين؟ شنو المشكله اللي عندك مو زينه؟ اكثرها حراميه. شنو هي؟ اكثرها حراميه خالص. اكثرها حراميه. ايه انا تبرعت للذول المتضررين، تبرعت ب5. الفصل اللي انطاني كاتب بيه الف، الباقي وين ياخذ هذا؟ اللي قاعد على الصندوق، مو حرام عليه؟ تبرعت ب5 لهذول المتضررين. حياكم الله. هذا الزلمه منطى 5000 متبرع لايران، فمستلم الوصل كاتبين له بلف. يعني البوق ما وقف عند الوزارات، ولا وقف البوق عند السياسة مالتكم، ولا وقف البوق في حدود العراق، لا تجاوزتوه إلى أن رحتوا لإيران. بكتوا فلوس التبرعات. أسأل الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل محمد، الألف اللي أخذتوه من العراق أسأل الله أن يطلع بعروضكم وشرفكم. وكل من سرق وكل من نهب وكل من أخذ رشوة، يا رب العالمين يطلع بمرته ويطلع ببنته ويطلع بأخته ويطلع بيه، وإن شاء الله زقوم عليكم في بطونكم وبطون عوائلكم
يا أولاد الشوارع. أما أخيرا أنا أقول للأجهزة الأمنية وخصوصا جهاز الأمن الوطني اللي جمع تبرعات، جيبوا الكيكارد اللي خلاها لاستلام المبالغ وتفحص الموضوع، لأن الموضوع طلع عن طوره. بس أذكركم بوزارة النقل مال الحج العامري. دمتم سالمين.